السلام عليكم. مني درت هذاك الفيديو اللي كنذكر بانني تبرأت من الاغاني ديالي وبانني بدلت حياتي وكنشتغل بالتجاره. الاغلبيه ديال تعاليق طيبه وكلام جميل من قلوب طيبه، يعني كل اناء ينضح بما فيه. الانسان اذا كان طيب كيخرج من الفم ديالو كلام طيب وكلام جميل ودعوات. كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي انت كدير الاشهار للتجاره ديالك، وانا كنأكد لك بانني كندير اشهار للتجاره ديالي. الحمد لله كندير اشهار العمل حلال وتجاره حلال ومنتوجات حلال، ما كنديرش اشهار الاغاني. بالعكس الاغاني كنذكر بانني تبرأت منها وبانني لا يشرفني ان نكون مشهور بها او عامل ترند او شي حاجه هكا. هذا الشيء انا ابرأ الى الله منه. بعض الناس تيقول لك دير الاغاني والموسيقى ماشي حرام، اللي تيحلل وتيحرم هو الله سبحانه وتعالى، ماشي حنا اللي كنحرموا. ماشي حنا انا فقت مع الصباح بان لي هذه قلت لا هذه حرام غادي. الله سبحانه وتعالى اللي تيحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالحاجه الى حرم الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا. الشيء نفضل انني نوقع في الذنب مع علمي انه ذنب وانه معصيه، وندم عليه ونستغفر ونرجع الله سبحانه وتعالى، على انني ندير الذنب ونقول لا راه ما فيها والو، راه ما بحال دابا مثلا انسان كيولي يعبد هواه، ما كيبقاش يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد هواه. قال الله سبحانه وتعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. فهمتي؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الانسان ملي كيتبع الهوى ديالو واللي بغات النفس ديالو يضل صافي، كيولي ايكاغي. ماشي حيت انا واحد الحاجه بانت لي ما فيها والو راه حلال، ما يمكنش. راه لو كان نجيو بحال هكا ما يبقاش الحرام، غيولي كلشي حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير اللي هو محرم على الرجال والخمر والمعازف. الاستحلال بمعنى ان واحد الحاجه كانت حرام واستحلوها، وهادشي اللي كنشوفوا حاليا كنشوفوه راي العين. كاين دابا اللي كيقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه وطاعته، والحمد لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه رساله مني لاخواني من الناس، يعني اي واحد خدام شي عمل حرام توب الى الله سبحانه وتعالى وسترى عوض الله. غتشوف العوض اللي غيعوضك الله احسن من ذاك الحرام اللي كنتي خدام فيه، وديك الحياه اللي كلها حرام وحياه كلها سهر وكباريات واختلاط ومجون وفجور. كل شيء داك الشيء غادي يعوضك الله سبحانه وتعالى عنه خيرا، لا في المال ديالك ولا في الصحه ديالك ولا في الحياه ديالك. هذا يعني شيء بسيط من الثواب المعجل في الدنيا. اما ما يدخره الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح في الاخره فراه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويهدينا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانا خصيم اي واحد نشر هذيك الاغاني باش يدير بها الترند ولا انا خصيمه امام الله يوم القيامه. والسلام. الذي يثلج الصدور في هذا الأخ رزقي الذي كان في ميدان تعلمونه يسمونه الفن. وما هو بفن؟ كان يشبه إنسان عادي، كأنه لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام الآن أصبح فقيها. انظروا نعمة الله تبارك وتعالى، انظروا كرم الله لخلقه. أصبح فقيها. أرأيتم كيف يتكلم وكيف يستدل وكيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة ويسقطها على أرض الواقع تماما بتمام بطريقة متقنة محكمة. سبحان ربي العظيم. وهنا يحضرني حديث عظيم لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هذا من الخيرية التي يكرمه الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده، لأنه هو القائل سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أرأيتم كيف قال لأناس يقولون بأن الغناء ليس بحرام؟ قال الحلال والحرام
ربنا تبارك وتعالى يحرم ويحلل ورسوله كذلك، صح، هذا الصواب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يقول عاقل بأن الغناء بالمزامير حلال أبدا. المزامير بإجماع العلماء محرمة، موسيقى. وهنا يقل ويندر جدا أن توجد أغاني بدون موسيقى ومزامير، وهنا تتحقق الحرمة ويكون الاستدلال في هذا الباب بأن الغناء حرام. هذا هو الصواب من كلام أهل العلم ولله الحمد. انظر كيف تكلم في هذه القضية. ثم الذي أعجبني في هذا الشاب أنه قال في بداية الكلام: إني تبرأت من الأغاني ولا يشرفني شهرتها ولا الاستمرار فيها ولا ما يأتي من جهتها. الله أكبر. هذا هو الفقه، هذا هو الإيمان، هذه الأخلاق، هذا هو الطريق المستقيم. أمين. ثم قال في الأخير: كل من ينشر أغاني، كل من يروج لها، فأنا خصيمه يوم القيامة. أنا عندي هنا ملاحظة، لعلي لم أفهم وليس لي خبرة في الميدان. أنا أقول الأخ رزقي يحذف ذلك من أصله وتنتهي المشكلة من جذورها. نعم، الوسيلة التي تؤدي بنا إلى ما لا يعجبنا نحذفها من الأصل ونستريح. لكن لعل أن الأخ أظن لعل عنده هناك عذر أو شيء من هذا القبيل، أنا لا أعلم. لكن في نظري أن هذه الأمور تحذف، لأن المغنيين وأصحاب هذه الأعمال وأصحاب الحانات الخمور المصائب لما يتوبوا ولله الحمد يمحون ذلك وينزعونه من الأصل وتنتهي المشكلة. فإذا وفقه الله وكان ممكن يفعل هكذا ويقوم بهذا العمل فتزول المشكلة من أصلها وتكون الراحة والاستراحة من أمرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أخانا للمزيد من الفقه والثبات. والحمد لله لما ترك الغناء كثير من الشباب الحمد لله اقتدوا به وفرح به الكبير والصغير من المسلمين، خاصة أهل العلم والخير، وأثنوا عليه خيرا. والحمد لله الآن انظروا كيف أصبح، كأن كان مغنيا الآن كأنه إمام يتكلم. نسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يصلحهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذهم مما هم فيه من المخالفات، وأن يجعلنا وإياكم على الهدى المستقيم ومن الهادين المهتدين. آمين يا رب العالمين. ولا تغفلوا تجارتنا. الصلاة والتسليم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل كما في صحيح الترغيب 1668 حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة.